قصة حقيقية لراجل سأل راجل بيصلي: ماذا لو اكتشفنا بعد الموت إن الجنة مش موجودة وإن النار مش موجودة وإنه لا ثواب ولا عقاب؟ هتعمل إيه ساعتها؟ فكان الجواب والرد مذهل. ونبدأ في القصة. ماذا لو؟ بيقول: دخلنا لأحد المطاعم العربية اللي موجودة في لندن قبل الغروب، وده لتناول العشاء. الكلام ده كان في 2007. وجه الجرسون عشان ياخد الطلبات. بيقول: استأذنت من الضيوف لدقائق وبعدها رجعت، فسألني واحد منهم قال له: انت كنت فين يا دكتور؟ انت اتأخرت علينا كتير. انت كنت فين يا دكتور؟ قال لهم: اعتذر، كنت بصلي. قال وهو مبتسم: هو انت لسه بتصلي؟ يا اخي انت قديم قوي. بيقول: قلت وانا مبتسم: قديم؟ ليه قديم؟ هو ربنا موجود في الدول العربية بس؟ هو ربنا مش موجود في لندن؟ قال له: دكتور، أنا عايز أسألك بعض الأسئلة، ولكن أرجوك استحملني شوية برجاعة صدرك المعهودة. بيقول: قلت له بكل سرور، ولكن ليا شرط واحد. قال له: اتفضل. بيقول: قلت له: بعد ما تنتهي من أسئلتك عليك إنك تعترف بالنصر أو الهزيمة. موافق؟ بيقول: قال له: موافق وأوعدك بكده. قال له: طيب نبدأ المناظرة، اتفضل. قال له: من إمتى وأنت بتصلي؟ قال له: اتعلمتها وأنا سني 7 سنين، وأتقنتها وأنا سني 9 سنين، ومن ساعتها وأنا مش بفارق الصلاة ومش هفارقها إن شاء الله تعالى. قال له: طيب هيحصل إيه لو بعد الوفاة اكتشفت إن مفيش جنة ومفيش نار ولا في عقاب ولا في ثواب؟ هتعمل إيه ساعتها؟ قال له: هتحملك وهكمل المناظرة معاك على حسب فرضيتك، ولنفترض مفيش جنة ومفيش نار ومفيش ثواب ومفيش عقاب. مش هعمل حاجة أصلا، لأن زي ما قال سيدنا علي ابن أبي طالب: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني عبدتك لأنك أهلا للعبادة. قال له: صلاتك اللي واظبت عليها عشرات السنين، ولما تلاقي إن اللي صلى واللي ما صلاش زي بعض سواء ومفيش حاجة اسمها سقر. الدكتور قال له: مش هندم عليها، هي ما خدتش مني غير دقايق في اليوم وهعتبرها رياضة جسدية. قال له: طيب وصومك، وخصوصا انك عايش في لندن والصوم هنا ممكن يكون بيوصل 18 ساعة في اليوم كحد اقصى. الدكتور قال له: هعتبر الصيام بتاعي رياضة روحية، هعتبرها ترويض نفسي وترويض روحي من الطراز الرفيع، وكمان فيها منفعة صحية كبيرة أفادتني في حياتي. ودي تقارير دولية من جهات غير إسلامية أكدت إن الامتناع عن الطعام لفترة فيه منفعة كبيرة للجسد. قال له: أنت جربت الخمرة قبل كده؟ الدكتور قال له: ما دقتش طعمها أبدا. قال له وهو مستغرب: أبدا؟ الدكتور قال له: أبدا. قال له: طيب وتقول ايه عن حرمانك لنفسك في الحياة من متعة الخمرة ومن لذة الخمرة بعد ما تكتشف ان الفرضية بتاعتي فرضية صحيحة؟ قال له: هكون منعت نفسي وحميت نفسي من ضرر الخمرة، واللي هي اكتر من نفعها. شوف في كم مريض بسبب الخمرة وكم واحد دمر بيته وعياله بسبب الخمرة. بص برضو للتقارير الدولية اللي هي من جهات غير اسلامية وهي بتحذر من اثار الخمور واثار الادمان عليها. قال له: طيب والذهاب للحج والعمرة بعد ما تكتشف بعد الوفاة ان مفيش شيء من كده وان ربنا مش موجود اصلا؟ الدكتور قال له: انا همشي على الفرضية بتاعتك، وانا وعدتك اني هستحمل اسئلتك. هعتبر مروحي للحج والعمرة سفرية جميلة حسيت فيها بمتعة، ساهمت في غسل وتنقية الروح زي ما بتساهم سفريات انت قمت بيها عشان تقضي وقت جميل وتشيل عن نفسك ضغوط العمل وتقتل الروتين، وساهمت في انعاش الروح. الدكتور يقول: فضل يبص شوية لوشي وهو ساكت، وبعدها قال له: شكرا عشان انت تحملتني برحابة صدر، اسئلتي انتهت واعترف ليك بالهزيمة. الدكتور قال له: تعتقد ايه شعوري بعد ما انت اعترفت لي بالهزيمة؟ قال له: بالتأكيد انت دلوقتي فرحان جدا. الدكتور قال له: قلت له: لا ابدا، على العكس تماما، انا حزين جدا. قال له باستغراب: حزين؟ ليه حزين؟ الدكتور قال له: دلوقتي جه دوري انا عشان اسألك. قال له: اتفضل. الدكتور قال له: انا مش عندي اسئلة كتير زيك، ولكن انا عندي سؤال واحد بس فقط لا غير، وكمان سؤال بسيط جدا. قال له: ايه هو السؤال؟ قال له: انا وضحت لك ان انا مش هخسر حاجة في حالة الفرضية بتاعتك، لكن سؤالي الوحيد والبسيط: هيحصل ايه لو عكسنا الفرضية بتاعتك وانك بعد الوفاة اكتشفت فعلا ان ربنا موجود وان جميع المشاهد اللي ربنا حطها في القرآن الكريم فعلا موجودة؟ هتعمل ايه ساعتها؟ الدكتور بيقول: فضل يبص لوشي وما بيتكلمش، وفضل يبص لي لفترة طويلة وهو ساكت. في اللحظة دي قاطعهم الجرسون واللي كان خلاص جاب الطعام للمائدة بتاعتهم.
قال له انا مش هطلب منك الاجابه دلوقتي، خلاص الاكل جه، ناكل دلوقتي ولما اجابتك تكون جاهزه من فضلك عرفني. بيقول خلصنا الاكل وما حصلتش منه على اجابه، وما رضيتش احرجه ساعتها بطلب الاجابه، ومشينا بصوره طبيعيه جدا. بيقول الدكتور بعدها بشهر اتصل بيا وطلب مني اقابله في نفس المطعم، وقد كان الدكتور قابله في نفس المطعم. الدكتور بيقول سلمنا على بعض وفجاه لقيت نفسي بين احضانه وبدأ يبكي. الدكتور بيقول حطيت دراعي على كتفه وقلت له ايه فيك ايه؟ قال له انا جيت عشان اشكرك وطلبت منك تقابلني هنا عشان اقول لك على الجواب بتاعي. انا رجعت للصلاة بعد ما قطعتها 20 سنة، كانت اجراس كلماتك بترن في ودني، ما توقفتش لحظة، ما دقتش طعم النوم، كان في بركان في روحي وفي نفسي وفي جسدي، وصدقني انا حسيت ان انا بقيت انسان تاني، وان روح جديدة بدأت تسري في جسدي مع راحة ضمير لا مثيل ليها. قلت له لعل وعسى الاجراس اللي ايقظتك تكون دي بصيرتك بعد ما خذلك بصرك. قال له هو كده تمام، فعلا انت ايقظت بصيرتي بعد ما خذلني بصري. شكرا ليك من القلب اخي الحبيب.